حتى بص الحركة دي. بص اللقطة دي. حتى بص الحركة دي. عملية التبريد الهوائي بشكل عام هي مش تبريد أصلا بالمعنى الحرفي بدون الدخول في تفاصيل معقدة، لكنها باختصار عملية تشتيت للحرارة، ومن هنا جه اسم المشتت. احنا بناخد الحرارة ونوزعها على أنابيب وقطع ألمونيوم ونحاس وحاجات كتيرة كده لغاية لما الحرارة تبقى مش فاهمة تروح فين، وبالتالي كثافتها هتقل وسط كل الدوشة دي. هوبا المراوح تستلمها وتعمل شفط وتهوية، وبالتالي أنا وزعت كثافة وضغط الحرارة وشديته من المعالج لجسم الكولر نفسه واستفردت بيه مع الأنابيب والمراوح وكل الحاجات دي. عشان كده سؤال انهي كولر احسن، المائي ولا الهوائي، الاجابه بتاعته ان مفيش افضليه مطلقه لاي نوع تبريد فيهم. الافضليه بتبقى معتمده على جوده المراوح وسرعتها وعلى الانابيب النحاس والقطع الالومنيوم في المشتت نفسه. باختصار ان العناصر المكونه للكولر جودتها تبقى عاليه، بالاضافه طبعا لنوع المعجون الحراري لانه بيشكل حلقه وصل مهمه جدا بين الكولر والمعالج نفسه. بالنسبه لعمليه التبريد المائي فخلينا نعرف ان المنهج واحد في كل تقنيات التبريد المستخدمه في الكمبيوتر، وهي تشتيت الحراره زي ما وضحنا، بس المره دي مش من خلال انابيب وجسم مشتت وبس. الموضوع هنا مختلف شويتين، بيكون عن طريق انابيب بيعدي من خلالها السائل. خلينا نعرف الاول ان التبريد السائل في منه نوعين هما الاشهر، النوع الجاهز او البري فيلد، وده مليان سائل من عند الشركه نفسها، بيجي لنا كده شغال وجاهز وبنركبه على طول بدون ما نعمل حاجه، معروف باسم AIO، وهو ده الاشهر. والنوع التاني اللي بنملاه سائل بنفسنا وبنتحكم في الالوان والكميه وكل التفاصيل زي ما واضح قدامنا كده، وده الاغلى ومش هتشوفه منتشر كتير. التبريد بيتم عن طريق القطعه الاساسيه الملتصقه في المعالج نفسه، اسمها البلوك او قاعده المشتت، ودي سواء مائي او هوائي هتلاقيها موجوده، ولازم تبقى لازقه فوق المعالج بالظبط، وبينها وبين المعالج بيكون موجود المعجون الحراري. بس في التبريد المائي القطعه اللي بتكون فوقه مضخه، مش مجرد قطعه معدن وبس زي الهوائي، والمضخه دي واصل فيها خرطومين ماشي جواهم السائل وطالعين واصلين فوق لغايه لما يوصلوا الرادياتير كبير تقدر تعتبره قطعة مشتت كبيرة، بيبقى راكب عليه مروحة او 2 أو 3 حسب حجم الكولر بتاعك. اللي بيحصل ان البلوك او القاعدة الملتصقة في المعالج دي بتاخد الحرارة من جسم المعالج، بس المرة دي بتنقلها عن طريق السائل اللي جوه الخراطيم وتضخها لفوق عن طريق المضخة لغاية لما توصل للرادياتير، وهنا بيتم توزيع الحرارة على جسم المشتت او اللي هو الرادياتير نفسه، وبتتبرد عن طريق المراوح اللي راكبة عليه. وبعدين يحصل نفس الموضوع بس عكسي، السائل بعد اكتمال دورة تبريده بيتسحب تاني وبينزل عند المضخة يسحب سخونة المعالج ويطلع تاني يتبرد، وهكذا وهكذا. وهي دي فكرة عمل الليكويد كولر بمنتهى البساطة. المبردات المائية في الطبيعي بتكون اغلى من الهوائية نظرا لان التقنية بتاعتها اعلى ومكلفة اكتر، بس عادي جدا انك تلاقي مبردات هوائية سعرها اغلى من بعض المبردات المائية، وده بيبقى لاختلاف الجودة، ووقتها غالبا بيكون الهوائي افضل. لكن لو مبردين نفس الكفاءة فطبيعي ان المائي بيبقى سعره اعلى. لو عايز تعرف اعلى تقنية تبريد بتستخدم في المطلق فهي النيتروجين، وده بيوصل لانه بيعمل تلج حرفيا، لكنهم بيستخدموه في التجارب وكسر السرعات الخزعبلي والتصوير والدعاية وبس. ما ينفعش انت كيوزر تستخدمه مهما كنت محترف، يعني ده مش للاستخدامات بتاعتنا خالص. وبيجي بعده لفئة الفلاج شيب المبردات المائية باعلى فئتها، وبيبقى البسيط فيها معدي ال10,000 جنيه، ودي حاجات مش هتشوفها كتير، والنوعيات دي مفيش كولر هوائي بينافسها مهما كانت قوته. الكولر اللي معانا موديل LT360 ARGB من شركة ديب كول. الكولر من نوع البريفيلد AIO اللي هو جاهز على التشغيل مباشرة بالليكويد بتاعه، متوفر منه اللون الابيض والاسود. الكرتونة باللون البني والسيم المميز لديب كول، عليها ستيكر عبارة عن صورة ملونة للمنتج وبعض المعلومات. وداخليا الكولر متأمن كويس، البراكتس والمسامير بتيجي في اكياس منفصلة. معانا دعم كامل لكل السوكتس الموجودة على الشاشة. وعشان اقولك اكتر حاجات هتفيدك، مع انتل من اول الجيل الثامن لغاية ال14 شغال معاك زي الفل، ومع AMD هيدعم سوكت رايزن AM4 وسوكت AM5 الجديد، يعني تقريبا مفيش حاجة الكولر ده مش هيشغلها، هيسد معاك في كل الاجيال الموجودة حاليا. احلى حاجة ان الكولر بيجي بالمراوح راكبة جاهزة عليه، وده احسن اكيد لانه بيوفر وقت ومجهود، ودي بكول عملته في كذا اصدار قبل كده، فدي نقطة كويسة جدا وياريت نلاقيها في الاصدارات الجاية كمان. الكولر بيجي ب3 مراوح موديل FD12 مقاسها 120 مللي وبتتكون من 9 ريش. اطار المروحة الخارجي باللون الاسود والريش باللون الابيض، وعليها من الاجناب انتي فايبريت بادز بالتصميم المميز لديب كول بحيث تمنع اي اهتزازات او نويز. المروحة بتنور ادريسابل RGB مدعومة على جميع برامج التحكم للمذر بورد المختلفة. الاضاءة بتاعتها قوية وشكلها حلو جدا.
موتور المروحة هيدرو بيرنج وكابل التوصيل 4 بن وشغال بنظام البي دبليو ام. سرعة الدوران بتوصل 2400 لفة في الدقيقة، ومعدل الضوضاء 38.71 دبي، يعني مش صمت قوي لكنها مش مزعجة، الصوت مقبول جدا. البامب من الجيل الخامس تطوير ديب كول، ودي من احدث وافضل موديلات الشركة الموجودة حاليا. سرعة دوران المضخة بتوصل 3400 لفة في الدقيقة، وده رقم كبير جدا، ورغم كده هادية خالص ومش هتسمع لها صوت. المضخة معمولة بالتصميم المميز انفينيتي، يعني يعتبر من اجمل المضخات اللي هتشوفها. كمان البامب بتيجي على قطعتين، جزء بلاستيك ثابت وده اللي بيتربط في البوردة نفسها، والجزء الانفينيتي الخارجي اللي هو المنفصل وده بيركب فوقها عن طريق مغناطيس. جسم المضخة الخارجي من البلاستيك عالي الجودة، تصميمها على شكل مكعب وفيها رام كليرنس كويس قوي، لان العدلة الانسب للخراطيم هتبقى من تحت، فهتبقى بعيدة خالص عن مكان الرامات. البلوك عبارة عن قطعة سميكة من النحاس، حجمها مناسب قوي وهتغطي اغلب المعالجات مرتاح. التصميم بتاعها صلب بحيث يديك افضل تعامل مع الحرارة العالية. في جنب الرادياتير بنشوف الجزء المقفول ده، وده انتي ليك تكنولوجي عشان يمنع اي تسريب او مشاكل من السائل. الكولر بيجي عليه ثيرمال بيست جاهز على طريقة المراوح الستوك. المعجون كان كويس جدا والأداء بتاعه ممتاز، يعني مش هتحتاج تغيره لأي حاجة احترافية لأنه قريب جدا ليها. الخرطوم 41 سنتي، ناشف شويتين لكنه شغال، بس بشكل عام هو متين، والتوصيل بتاعه في الرادياتير والمضخة متأمن كويس قوي. وبنلاقي في الخرطوم 2 قفيز على هيئة سكوتش كده، بحيث تديك أفضل مانجمنت وشكل جمالي. الرادياتير من الألمونيوم عالي الجودة، بيجي باللون الأسود بالكامل، أبعاده 402 في 120 في 27 مللي، ما فيهوش أي أجزاء زيادة بشكل مبالغ فيه، هيركب على الكيسات المدعومة عادي جدا. سعر الكولر $180، يعني حوالي 5600 جنيه، وهتلاقيه متوفر في المحلات والأسواق المصرية، ومتوقع تغير في السعر حسب ظروف العملة في كل بلد. جهاز الاختبار بتاعنا بالمواصفات الظاهرة على الشاشة، والتجربة كانت في حرارة الغرفة العادية بدون أي تكييف. زي ما انتوا عارفين معالجات الجيل ال13 وال14 حرارتها عالية شويتين، فأي اختبار بنعمله لو هتقيسه على معالج مختلف حتى لو بنفس الاستهلاك هيكون في افريج كده 5 درجات تحطهم في بالك يكونوا أقل. جربنا مع ال 250 واط وده الأساسي للمعالج بتاعنا، وتردد وصل ل 5 جيجا هرتز. كذلك جربنا مع 250 واط بس تردد قفلناه لغاية 4 جيجا هرتز. عملنا اختبارات ضغط وانكودنج على برامج تيست مختلفة، وكمان شغلنا مجموعة من الألعاب بحيث التجربة تكون متكاملة. من النقط المميزة في الكولر ده هي جزئية التركيب، يعني بيركب بسهولة ووصلاته بسيطة، مش هتحتاج حتى تبص في الكتالوج. كمان المراوح بتيجي راكبة على الرادياتير جاهزة، مش هتحتاج تربطها بنفسك، وده يوفر وقت وينجزك. الهدوء نقطة قوة كبيرة في الكولر ده، خصوصا من المراوح ومع أعلى ضغط انت مش هتسمع أي دوشة خالص. بعد فترة استخدام ظهر صوت كده غريب طالع من المضخة، عارف زنة الهارد والإبرة بتاعته؟ معرفش ده عيب ولا حاجة مؤقتة وهتمشي ولا ايه، بس وجب توضيح النقطة دي. LT 360 حل عظيم بزيادة في فئة ال 250 واط وتردد 4.5 جيجا هرتز. أداء الكولر حلو جدا، وبالنسبة لأن ال 14700 كي حريقة سخونية وكل الناس أصلا مش سادة على التبريد فيه، فأنا عايز أقولك إن ال LT 360 بيقدم عظمة هنا معانا في الاختبارات. الكولر كشكل كمان يعتبر تحفة فنية، فمفيش أي تعليق بصراحة على المنظر الجميل اللي قدامنا ده. لو بتفكر في كولر احترافي لجهازك الهاي اند او حتى الفلاج شيب ومش عايز تدفع كتير وتاخد اداء قوي وشكل جمالي مميز، يبقى ال LT 360 من ديب كول لازم يكون في اختياراتك يا صديقي.